هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطريه. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. ايمي سمير غانم، جايه تشتغلي ايه النهارده؟ اكيد هشتغل حاجه تخص الحيوانات، فكان نفسي ابقى دكتوره بيطريه. طيب احنا السي في بتاعك قدامي دلوقتي، انت بتحبي الحيوانات جدا وعايزه انك انت النهارده ما يبقاش فيه حيوان عنده اي مرض، هل ده صحيح؟ طبعا نفسي كل الحيوانات ما يبقاش عندهم اي مرض. انا حاسه ان انا تافهه، بس يعني في ناس ممكن تفتكر ان دي تافهه، بس انا بجد الحيوانات لا مش تافهه، مش روح. طبعا روح، بس يعني بكل انواعها طبعا. الحيوانات كل انواعها، انا بحب كل الحيوانات، بس يعني الحشرات. يعني الحشرات ما اعرفش اتعامل قوي يعني، بس الحيوانات وفي حاجات معينه في الحيوانات زي اكيد الكلب والحمار والقطط. القطط بحب قطط الشارع، ما بحبش القطط النظيفه. بس انت مالكيش عوزه مع القطط النظيفه، هتعملي فيهم ايه؟ ما هم كلهم زي الفل. بس انا ما بعرفش اتعامل اصلا مع القطط قوي، بس يعني بتعامل من بعيد لبعيد، يعني باكل قطط الشارع. بس في متعه ان انا بحب انه ازاي افضل احاول اتعلم. انا كان نفسي لو انا فاشله اصلا دراسيا، يعني متخلفه، اكيد ما كنتش هجيب. ما تقوليش على نفسك كده يا ايمي، ده السي في بتاعتك هايله قدامي. يعني ما كنتش هجيب ما كنتش هوصل ان انا ادخل طب يعني، بس كان نفسي ادخل طب يعني. بس هو طب من ناحيه تانية فبتعلم كده يعني، فاهمه بالحياه. لو الدكتور بيجي بتعلم مثلا، بفهم. ده تعليم ذاتي يعني، مش يعني كده من كلاب الشارع. ابقى دلوقتي مزنوقه معايا تليفون، معايا الدكتور على التليفون او الدكتوره، اساله اعمل ايه حالا، فتقول لي مثلا كلبه بتولد فبولدها، بعمل ايه طيب ايمي، بعد 5 سنين من شغلانتك كطبيبه بيطريه، انت شايفه نفسك فين؟ كل الحيوانات هتبقى زي الفل اللي بعد 5 سنين؟ لا يعني مش الدرجات دي يا ست الكل، بس يعني اللي هو هحاول يعني بعد 5 سنين اكيد هبقى لا مؤاخذه خبره. ايوه، وتلاقي كل طبعا القطط والكلاب والحمير وكلهم زي الفل. يا رب كل الكلاب بتبقى زي الفل، والحمير والقرود والقطط يعني، انا والحصان اكيد. بس الحمار يعني يا رب، عشان بشوفهم بيتعذبوا في الشارع، فبنقف نتخانق مع الناس. فعلا بتعرفي تتخانقي؟ ممكن توقفي حد؟ بتخانق بس مش في اي حته يعني، ممكن حته حد يطلع عليا مطر يقول لي مالك ده الحمار بتاعي يعني، فاهمه يعني كده بالراحه يا عم، ما بالراحه عليه شويه وبتاع، فصباح الفل وبتاع اخش عليه. لكن في حته تانية بلاقيهم تمام يعني، اقول له بالراحه. عيال صغيره مثلا دول اوه بس يا حبيب ماما ليه بتضربوا كده يا بابا؟ بالراحه بس تعملوا ازاي؟ ماما بشتغلهم يعني. طب اخبار البط والوز ايه؟ ما بعرفش اصور في حاجه فيها حيوانات، بتوتر. فانا حظي ان كل ما اجي اصور حاجه، معظم الحاجات بيطلع لي كلب، فبقى مش عارفه اركز في المشهد. يعني مع استاذ سامح عبد العزيز كنت في تيتا رهيبه، مش عارفه اركز بسبب كلبين مش بيضربوهم، بيزعقوا لهم، فما عرفتش، فاهمه؟ احنا كنا بنتكلم على حاجه البط والوز. في برضو صورت حاجه كان فيها مشهد فيها 2 وزه 2 وزتين. 2 وزتين فرفوره قوي. فالوزتين ما كنتش عارفه اعمل، اقول للراجل بس ما تمسكهمش كده، اكلتهم بيقول لي يا استاذ ده بيتزغطوا، فجبت لهم اكل لقيتهم بياكلوا عادي، ما بيتزغطوش ولا حاجه. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امام. طيب ايمي، انت دلوقتي طبعا من اللي انت بتقوليه ده ومن السي في اللي قدامي، انا حاسه ان انت بنوته كده وقلبها رهيف قوي. دمعتك بقى بتيجي وكده لما تلاقي قطه تعبانه ولا كلب تعبان وحاجات كده؟ لا كتير، انا بعيط كتير جدا بسبب الحيوانات. اولا الحيوانات اللي في الشارع، انا
يعني انا ممكن اشوف راجل سنه كبير في الشارع بيعدي شارع عيط انا او دنيا ما اعرفش ليه. فتخيلي بشوف كلب، انا بنصور مثلا في اي حته دايما فيها الحته اللي بتبقى على الترعه وكده بتلاقي كلاب دايما حرام كده عبيطه حاسبي يا استاذه ده متشرد مين يا عم، ده كلهم طيبين جدا فاهمه. فازاي تتعاملي؟ فبغصب عني لما بشوف كلب حد بيأذيه او هو اوريدي متعور او بقعد اعيط، او ماشي حتى كده غلبان او حمار غلبان واقف زي العبيط ما بقدرش، بقعد اعيط زي الهبل. ما فكرتيش انك تنضمي للرفق بالحيوان، جمعيه الرفق بالحيوان؟ والله نفسي. انا عندي واحده صاحبتي منى حسين فهمي، she's my friend yeah منى ما شغاله في الموضوع ده جدا فان شاء الله ممكن انضم في الموضوع ده جدا يعني. طيب انت راضيه عن نفسك حاليا كواحده مؤهله للوظيفه دي؟ يعني عندك كل المقومات؟ ممكن ابقى ضعيفه شويه مش زي الدكاتره بجد، يعني ممكن شويه الدم والعمليات وكده بتوتر، بس فاهمه، بس قشطه يعني هحاول اسيطر على نفسي. طب ولو قلنا اسوأ حاجه في شخصيه ايمي سمير غانم لا تليق بالوظيفه؟ العصبيه. ممكن اتعصب على مش تخنقي؟ لا مش هتعصب على الحيوان، ممكن اتعصب على حد جنبي وهو بيعمل حاجه بلاقيه تلاقيني ماما الراجل بيعمل عليه ضربها على وشه ضربه الممرضه على قفاها. يعني انت هتبقي جامده مع الموظفين اللي تحت ايدك؟ اكيد سيطره خالص بقى. قاسيه قوي، اجريسيف موت. طيب انت عايزاني ان انا كنت اسالك حاجه وما سالتها لكيش وعايزه تقوليها دلوقتي؟ لا والله انا مبسوطه بالفكره، يعني عجباني لانه لازم اقول لك حاجه جوايا، لان ما اعرفش افهم في حاجه تانية غير التمثيل او الحيوانات فاهمه. يعني دي الحاجه الوحيده، اكتر حاجتين بتحبيهم؟ اكتر حاجتين بحبهم التمثيل والحيوانات. انا اتمنى بعد الانترفيو ده ان انا اشوف اذا كانت الوظيفه دي من نصيبك يا ايمي، وان شاء الله تبقى من نصيبك، لان انت عندك مقومات القلب الرهيف الحنين على الحيوانات. يا ريت يا اختي والنبي ادعي لي والنبي، ده انت اصيله، مذيعه اصيله. رمضان كريم يا ايمي، وكل سنه وانت طيبه. يا حبيبتي كل سنه وانتم طيبين. عايزه تقولي حاجه لمستمعي راديو 90؟ لا هقول لهم بس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، وان شاء الله يا رب يعني تكون سنه سعيده عليكم ورمضان يبقى جميل ان شاء الله. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطريه. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين je parle français comme le petit oiseau. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري، هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.